مرحبا أعزائنا المتابعين، عدنا مجددا لنتعرف معا على ما هو مجلس الشعوب في المقاطعة. تعرفنا سوية على المقاطعة في شمال وشرق سوريا، واليوم سوف نتعرف على مجلس الشعوب في المقاطعة. فالمادة رقم 88 في العقد الاجتماعي تنص على 1. مجلس الشعوب في المقاطعة هو المجلس الذي يمثل الشعوب والمجموعات الاجتماعية في كل مقاطعة، يقوم بدور التشريع والرقابة ورسم السياسات العامة، ومدة دورته الانتخابية 2 سنين. يتم تحديد آلية عمل المجلس واللجان التابعة له عن طريق نظام داخلي. 2. يتكون المجلس حسب الكثافة السكانية وبنسبة 60% من ممثلي الشعب الذين ينتخبهم الشعب في انتخابات عامة، و40% من أعضاء مجلس الشعوب في المقاطعة من الممثلين المنتخبين بصورة ديمقراطية وشفافة ضمن المكونات الأثنية والدينية والعقائدية والثقافية ومن الرئاسات المشتركة لمجالس الشعب والمجلس التنفيذي في المدن، وينظم ذلك بقانون الانتخابات. 3. تعقد الجلسة الأولى في اليوم 16 بعد إعلان النتائج النهائية في كافة المناطق بدعوة من المفوضية العليا للانتخابات. يعد النصاب محققا بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حال عدم انعقاد الجلسة الأولى لعدم تحقق النصاب المطلوب يتم تحديد موعد آخر لعقدها خلال 15 يوما، ويعد النصاب محققا بحضور 50+1 من المجموع العام. ويرأس الجلسة الأولى لمجلس الشعوب رجل وامرأة من أكبر الأعضاء وأصغر الأعضاء سنا، وتنتخب فيها الرئاسة المشتركة والديوان، فيقوم بعدها أعضاء المجلس بأداء القسم، وتكون جلساته علنية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وفقا لما ينص عليه نظامه الداخلي. 4. يجوز تمديد دورة مجلس الشعوب لمدة 6 أشهر في الحالات الاستثنائية وبطلب الربع من الأعضاء أو بطلب من ديوان رئاسة المجلس، ويتم التمديد بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. 5. يتمتع عضو المجلس طيلة فترة عضويته بالحصانة، لا يسأل عما يبديه من آراء، ولا يجوز ملاحقته قضائيا دون إذن المجلس إلا في حال الجرم المشهود، فيتم فقط إعلام ديوان المجلس. ما هي مهام مجلس الشعوب في المقاطعة؟ فالمادة رقم 89 تنص على مهام مجلس الشعوب في المقاطعة. 1. يرسم السياسات العامة، يناقش المشاريع، يتخذ القرارات المعنية بالمجالات الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، الطاقة، الأمن الداخلي، التعليم، الثقافة والتنوير، المرأة والشباب وغيرها في المقاطعة. 2. يبت في القرارات والقوانين التي تخص المقاطعة دون تدخل في أمور المدينة. 3. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للديوان و4 نواب لأعضاء الديوان ليقوم بتنظيم وتسيير نشاطات المجلس. 4. يقوم المجلس بالعمل على أساس اللجان، من خلال لجانه يتابع فعاليات المجلس التنفيذي ويشرف عليها ويقدم تقاريره للمجلس بشكل دوري. 5. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بأغلبية الثلثين، ويكلفها بتقديم تشكيلة المجلس التنفيذي. يتم منح الثقة لأعضاء المجلس التنفيذي بنسبة 50+1 من عدد أصوات المجلس. عند تحديد أعضاء المجلس التنفيذي يجب أن يتم أخذ التمثيل العادل للمكونات الأثنية والدينية بعين الاعتبار. تكون نسبة المرأة في المجلس التنفيذي 50%، كما يحق له الحج بالثقة
عن المجلس التنفيذي أو أحد أعضائه، وينظم ذلك بقانون. 6. يقوم بالمصادقة على إدارة الأمن الداخلي المقترح أسماؤها من قبل مؤسسات الأمن الداخلي، ويشرف على أنشطتها. 7. يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع، وتقدم تقاريرها الدورية لمجلس المقاطعة. 8. يصادق على الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة للمقاطعة المقترح أسماءهم من قبل مجلس العدالة. 9. يقوم بسن القوانين والتشريعات في المقاطعة. 10. يقوم بمناقشة وإقرار الموازنة العامة للمقاطعة بمشاركة مجالس المدن. 11. يقوم بإقرار السياسة العامة والخطط التنموية للمقاطعة. 12. يقوم بإصدار قانون العفو العام في المقاطعة أو بناء على مقترح مجلس الشعوب في المقاطعة أو مجلس العدالة للمقاطعة على أن يتم تحديد حالات الجرم التي يمكن لمجلس الشعوب في المقاطعة إقرار العفو بحقها. 13. يعمل وفق نظام داخلي. ما هو المجلس التنفيذي لمجلس المقاطعة؟ المادة رقم 90 في العقد الاجتماعي تنص على المجلس التنفيذي: 1. هو الجهاز التنفيذي في المقاطعة، يقوم بتطبيق مقررات مجلس الشعوب والقرارات القضائية للعدالة، ويقدم تقارير فعالياته بشكل دوري إلى مجلس الشعوب في المقاطعة. 2. يتكون من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونوابها، والرئاسات المشتركة للهيئات، ومن الرئاسات المشتركة للمجالس التنفيذية للمدن. 3. ينظم نفسه على أساس الهيئات التنفيذية، ويكون قوته التنفيذية الجماعية بموجب ذلك. 4. تتكون كل هيئة من الرئاسة المشتركة وعدد كاف من الأعضاء حسب متطلبات نشاطها. 5. بعد تشكيل المجلس التنفيذي ومنح الثقة له، يصدر بيانا يحدد فيه جدول عمله للمرحلة المقبلة، وهو ملزم بتنفيذه خلال دورته بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الشعوب في المقاطعة. وإلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.